حبايبي وحشتوني. قلت بقى النهارده انزل لكم بالفيديو بتاع الحسين. انا كده راكبه في الاتوبيس، وكان بعد العصر هوصل هناك قبل المغرب ان شاء الله. كده احنا على طريق مصر السويس. هوصل بعد شوية. خلاص كنت قربت ان انا اوصل كده وخلاص وصلنا. ده كان بعد الفطار، كنا خلاص اكلنا، وانا معرفتش اصور لكم الصراحة لما قعدت ان انا افطر، لان بصوا كان ضرب نار خالص وزحمة زحمة زحمة. فمعرفتش اصور. احنا قعدنا فرشنا كده في اي مكان لان ما لقيناش مكان خالص. وصلنا يعني قبل الفطار بنص ساعة، فكان كل الاماكن محجوزة. قعدنا فطرنا، وبعد كده ده المسجد ما شاء الله غيروه كتير جدا واتطور جدا. انا بقالي كتير وبقالي كذا سنه ما روحتش، فاتفاجئت بشكل الحسين. شكله جميل جدا، والتغييرات والتجديدات اللي عملوها كلها الصراحه تحفه تحفه. بصوا، روحوا يوم قبل رمضان ما يخلص وافطروه هناك، مش هتندموا. الصراحة اليوم كان جميل جدا. وده شارع خان الخليلي. بصوا في حاجات تحفة، بس طبعا كلها سياحية، اسعار عاليه قوي قوي. فانا اتفرجت الصراحه في الاماكن دي في شارع خان الخليلي، ما اشتريتش حاجه. يعني اللي عايز يشتري المكان ده سياحي قوي، وكل حاجه غاليه فيه جدا يعني، فتتفرجوا بس. ما تشتروش اي حاجه. فانا ما اشتريتش حاجه من الشارع ده. اشتريت من عند الحسين. حتى الاسعار هناك يعني حلوه في متناول الايد. تقدري تشتري شويه حاجات يعني. انما هنا كلها اسعار سياحيه قوي. كل ما كنت بسال على حاجه الاسعار عاليه عاليه جدا، بس حاجات تحفه وحاجات جميله قوي وحاجات شكلها جميل. بصوا يعني حاجات حلوه جدا. انا كنت فرحانه كفايه اصلا، حتى لو مش هتشتري حاجه كفايه ان انت اتمشيتي واتفرجتي، واحساس جميل قوي في الشوارع بتاعت مصر والزحمه وحاجات جميله جدا. بس كان في موقف يا جماعه، بصوا انا كنت هموت. في الشارع اللي ورا الحسين ده كان زحمه جدا جدا بسبب التغييرات دي. مفيش الا الشارع ده هو اللي بتعدي منه، فكان ضرب نار وكان زحمة جدا، وكانت الناس شوية وهتموت يعني. ده الموقف الوحيد اللي عدى وحش جدا بالنسبة لي، ان انا يعني عديت. كنت هموت انا وولادي في الشارع ده، والحمد لله يعني. بس ده محل فضيات جميل، فيه حاجات تحفة لو عايزة تشتري منه. حاجات حلوة قوي قوي. ممكن الفضيات دي تلاقيها في اي مكان، بس مش في اي مكان الاشكال دي يعني. الفضة في اي مكان بس لما تكوني هتشتريها من عند الحسين بتبقى بذكرى جميلة قوي وحاجات حلوة قوي الصراحة. فانا حبيت كل حاجه هناك، وزي ما قلت لكم اشتريت من عند الحسين. وطبعا انتوا عارفين الحلويات والحمص والحاجات دي برضو اشتريت لولادي منها. لازم لما تروحي تشتري من الحاجات دي. بصوا دي حاجات شكلها تحفه 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 جميله جدا. انا اشتريت منها لان الصراحه كانت حاجات عجباني قوي. كانت جميله. بصوا بقى ده شارع المعز، جميل يا جماعة قوي والله العظيم. مش هتندموا لو رحتوا يوم تفطروا هناك. بصوا في شوية شباب كده زي العسل، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، عاملين أجواء جميلة. أنا كان نفسي أسمعكم الصوت، بيطبلوا ويغنوا ويرقصوا، بيفرحوا الولاد وبيفرحوا الناس. شوية شباب ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يعني. بصوا كان جو جميل جميل صراحة. كان يوم تحفة. ويعني لو انت عندك ضغوطات الدنيا والآخرة، روحي كده فكي يوم وافرحي وهيصي وتمشي. مش لازم تشتري اي حاجه، حتى لو هتاخدي فطارك من البيت. انا كنت واخده الفطار بتاعي من البيت على فكره، كنت مجهزاه واخداه من البيت، والحمد لله ان انا عملت كده، لان زي ما بقول لكم وصلت قبل المغرب بنص ساعه، فما لحقناش اي حاجه خالص. ف يعني مش لازم تكلفي نفسك، لا خدي فطارك من بيتك. كفايه ان انت بس هتغيري الجو، يعني هتغيري جو البيت والمواعين والضغوط اللي انت فيها دي كلها، هتفكي كده يوم تاخدي طاقه وترجعي تاني. بس الشارع ده جميل جدا، بتاع شارع المعز حلو قوي قوي. عاملين الاجواء زي ما بقول لكم كده جميل، حتى لو ضلمه ومفيش نور والله العظيم احساس رائع وجميل كده. وكل الانوار اللي حاطينها في الارض دي حلو قوي. والشباب اللي عامله جو الاغاني والهيصه والحاجات دي برضو مفرحين الناس والاطفال، وكل الناس كانت فرحانه هناك. كمان عاملين الزي الهندي ده للاطفال والكبار، واتصورنا وصورت ولادي وفرحتهم، وفرحوا جدا جدا بالرحله، وكانت رحله جميله قوي. روحي وفرحي ولادك.
بصوا الشارع تحفة. برضو في حاجات يا جماعة، بس شارع المعز اللي هو آثار بس، يعني ما فيش حاجة تشتريها، جميل جميل.